السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في برنامج دقيقة كورة. والله ورخصت يا تفاح، والله ورخصت يا تفاح. بعد كريستيانو ما راح النصر السعودي، ميسي راح انتر ميامي الأمريكي. الراجل وده يعني تقدر تقول الراجل بيريح دماغه. الراجل بعد عن أنظار الدوري السعودي، بعد عن الأجواء الأوروبية، وكأن الراجل رايح يريح دماغه ويستجم على شواطئ امريكا. الراجل رايح يتدلع خلاص. وتقريبا كريستيانو وميسي انتهوا، وبالاخص ميسي، بسبب ان الدوري السعودي اتحاد جده، بعد تعاقد اتحاد جده مع كريم بنزيما وكمان نجولو كانتي لاعب تشيلسي، الدوري السعودي بقى الدوري الانجليزي على الاسباني. تحسه دوري ابطال اوروبا. الدوري هياخد كميه مشاهده لا عدد وعدد ما لا نهايه، لان الدوري بقى يعني بياخد فرق او لعيبه كتيره ذو قيمه فنيه وكرويه عاليه عالميا واوروبيا، وحدث ولا حرج، ولسه البقيه تاتي. في فيديو فايت ليا اتكلمت وقلت الحكم بتاع الحكم الليبي، كان اسمه مش عارف معتز ابراهيم ولا معتز ايه ايا كان، الحكم الليبي اللي كان بيحكم مباراه الاهلي والوداد في القاهره. قلت ان الحكم ده ابن تيت، وقعدت كده قلت ان الحكم جاي علينا والكلام ده كله. لا، هو خلينا نكون واقعيين. طبعا احنا اتفقنا هنا على المصداقيه والشفافيه في الاراء وفي الحكم على اي حدث بيحصل كرويا. فتعالى نتكلم النهارده وبصلح اللي انا قلته قبل كده. انا طبعا لما اتكلمت عاطفيا، وكنت مطلع غل بعد المباراه. كل واحد زعلان جدا وكان بيتكلم بالعاطفه اكتر من العقلانيه والمنطقيه. الحكم في كوره الطرد او الكره اللي لعبها عطيه الله بايديه، كره سله ومن نص الملعب ورايح على البيرسي تاو والشحات والكلام ده، قانون الكوره بيتكلم. هي طبعا خلينا نتكلم الكوره مش انذار ومش كارت احمر. يعني انت كاهلاوي بتتفرج، يا ابن الذين ده مضيع عليا فرصه ذهبيه، يعني بنسبه 95% جول، ولكن هي لازم تتم ال 100% جول عشان يديك كارت احمر. فانا كاهلاوي بتفرج على الكوره، انت مضيع عليا فرصه كبيره، فانا عايز كارت احمر. وبشوف ان الحكم لا، جه على الاهلي. هي مش كارت احمر، هي انذار. طالما ما فيش كارت ما بين الانذار وما بين الكارت الاحمر، فهي انذار مش كارت احمر. ليه؟ قانون الكوره بيقول طالما اللاعب مواجه للمرمى وفي فرصه محققه، فهي كارت احمر. ولكن بياخد مع وضع في الاعتبار كام حاجه كده، اللي هو المسافه ما بين اللاعب والمرمى، وكمان عدد المنافسين اللي حواليه. اول شرط اللي هو المسافه، فالمسافه بعيده جدا عشان نكون واضحين. محدش يضمن ان بيرسي تاو او الشحات يكملوا من نص الملعب لحد الجول. ممكن حد يتشنكل، ممكن حد الكره تتلخبط في رجليه، فهي كوره مش محققه 100%. لو قلت لي 99% فهي مش 100%. ومن هنا بيتم استبعاد الكارت الاحمر طالما الكوره ما تمتش 100%، مش 100% جول. نتكلم بمصداقيه وبمنطقيه وشفافيه. طيب، في كرة تانية بتاعت ضربة جزاء بتاع حسين الشحات. كرة حسين الشحات عشان نكون واقعيين، الكرة اتعادت 50 مرة، انا ما شفتش رجلين. هو كله بيتكلم يقول لك ان اللاعب اللي هو كان جلال الدودي نص ملعب الوداد، المفروض يكون كله قال انه داس على وش رجل الشحات، ودي ما حصلتش. طب شنكله، هو في المكان ده مش هيشنكله، او بمعنى اصح حركه الرجلين مش شنكله. حركه رجلين الشحات انه اتثبت مكانه، وقع مكانه، وكانه داس على رجله، ما خلاش رجله تتحرك من مكانها. فهي مش ما داس على رجليه.
وهي مش ضربه جزاء. اللوم هنا انا بشوفه اللوم على الشحات، كان المفروض يبقى ايجابي اكتر على الجول وعلى الكوره. اعتقد لو كان راح للكوره اكتر كان يقدر ياخد ضربه جزاء، كان يقدر يقنع الحكم ان الكوره ضربه جزاء 100%، ولكن لو كان مستحوذ على الكوره بنسبه 100%. ولكن حسين الشحات اتدلع، استسهل ضربه جزاء بدل ما اخد سبرنت. عشان نكون واقعيين، الاهلي لعب مباراه قويه جدا، ولكن بعض التفاصيل الصغيره هي اللي لبست الاهلي جول اللي خلته بدل ما يكسب 3 و4-0 ان الماتش يطلع 2-1. هتكلم برضو على حتت فنيه كده في الماتش ده، في الماتش ذاته، الهلال الاهلي والوداد. طبعا كان ميزه الوداد دايما في الكور الثابته من اي مكان في الملعب. ايه من اي مكان في الملعب؟ ميزه الوداد هي اي كوره ثابته من اي بقعه في الملعب، بما يملكه من لاعب بولي سامبو صاحب الجسمان القوي. الراجل بيقف في اي مكان، الكره بتتلعب طوليه عليه، الراجل بيسند بدماغه، بيجي بيلعبها للي جاي من ورا، اللي جاي بيشوط، اللي جاي بيلعب بدماغه، ايا كان. المهم ان الراجل بولي سامبو ده المتوحش ده محطه قويه جدا للوداد وبيلعبوا عليه بقوه. واكبر دليل على ده كره مصطفى شوبير اللي اتشالت. طيب الكره دي كان واقف، يعني الكره اللي مصطفى شوبير شالها دي كان واقف معاه نص ملعب الاهلي كان مروان عطيه وكسل يكمل معاه. يعني اللاعب اللي شاط الكوره اللي شالها مصطفى شوبير كان معاه مروان عطيه واقف معاه. مروان عطيه حس اللحظه ان بولي سامبو مش هيلعبها للاعب ده، ساب اللاعب وكسل يجري وراه، الكره اتلعبت هوب كانت هتخش جول. طبعا شالها مصطفى شوبير ببراعه. طبعا دي نلوم فيها الاهلي وكسل لعيبه الاهلي عشان نكون واضحين. طيب ازاي تكسب الماتش اللي جاي او ازاي تحصل على اللقب؟ 2-1 نتيجه وحشه، كان بالامكان افضل مما كان. طب هل الدنيا كلها خلاص فرطت منك؟ لا. ليه؟ عندك اسلحه فتاكه، سلاح الشحات، سلاح بيرسي تاو، وما بقولش ان كهربا يلعب، لا ما يلعبش. محمد شريف بما يملكه من لياقه بدنيه عاليه اعلى من كهربا، بما يملكه من ضغط عالي، الراجل ده بيعرف يضغط عالي. وطبعا في المرتدات والسرعه بيرسي تاو والشحات الاثنين تقدر تلعب عليهم في المرتدات. من الطبيعي انك تبقى مضغوط على الاقل اول ربع ساعه واول نص ساعه، تبقى مضغوط. هيبقى الوداد عن واخده الحماس البدايات مع تشجيع الجماهير، فهتلاقي الوداد متغير معاك، هتلاقي الوداد لا شكله مختلف عن مباراه القاهره. فالطبيعي تلاقي الوداد بيهاجمك، ده طبيعي، انت مش بتلعب يعني خيال مآتة، انت هتلاقي الفرقه دي بتهاجمك. الذكاء انك من هنا تبني هجومك، مش تكون مدافع بس، مش ان انا اخد الكوره افكر بعد كده اعمل بيها ايه، لا، ان اخد الكوره هيبقى عندي الشحات وبيرسي تاو ماسكين اجنحه طيران وطيارات، وطبعا شريف في النص. هتقدر تعمل ده، تقدر تعمل ده، وتقدر تلاعب الوداد بالشكل ده، وتقدر تتقدم عليهم بهدف وتحرجهم في ملعب الوداد او ملعب المغرب، ويبقوا يعني محتاجين يجيبوا 3 اجوال. ده بعيد والله مش بعيد، وبشوفه سهل جدا. بس السهل او الصعب انك تلعب السهل، انك ما تتفزلكش، ان الكره اللي تجيلك تخلصها. اديك شفت انت هنا في القاهره جات لك فرص كان ممكن الماتش يخلص 3 و4، ولكن برعونه المهاجمين وبرعونه الكهرباء الماتش خلص 2-1. كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله الاميره السمراء رقم 11 باذن الله تكون في الجزيره باذن الله، بتعب اللعيبه، وطبعا بدعواتكم وبتوفيق ربنا قبل اي حاجه. وبكده تكون انتهت حلقتنا، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.